ميدو لاحظ إن ستيفن مرجعش مع الفوج السويدي لبلده، وإن قعدته في شرم طولت، لحد ما عرف منه إن السبب إنه مستني دوره في عملية لرجله اللي هيجي بعد 6 شهور، وإنه قرر يقضي الفترة دي في استجمام في مصر. اللي خلى بقى ميدو يستغرب إن ستيفن كان مسؤول كبير قوي قوي في السويد، يعني بالمصري كده اتصالاته وملياراته وكل المستشفيات اللي تحت أمره. وده خلى ميدو يفتكر إزاي العدالة الاجتماعية في مصر مختلفة تماما، والسبب إن جهود الدولة لمكافحة البطالة. بالنسبة لستيفن، الدولة بتدفع إعانة بطالة لأي عاطل فوق ال 50 دولار يوميا، ولو حد اترفد من شغله بيسجل اسمه وياخد 80% من مرتبه السابق لحد ما يقدروا يوظفوه في وظيفة مشابهة لمركزه. بالنسبة لميدو، الدولة بتوفر جميع أنواع القهاوي والكافيهات بكل المستويات لكل الأعمار في أي وقت وفي كل مكان. بالنسبة لنظام الأجور، ستيفن طول عمره بيتمنى يبقى مسؤول كبير وترقى في شغله بفضل كفاءته، وكان مرتبه هو ورئيس الوزراء بتاع بلده معلن سنويا للناس ويخليه يعيش مرتاح زي باقي الشعب مش أكتر. لما ميدو أخيرا لقى شغل كان المرتب أقل عشرات المرات من مرتبات المسؤولين، ومفيش أي عدالة في التوزيع، ولا حد أدنى ولا حد أقصى ولا أي حاجة معروفة. النتيجة، السويد من أقل معدلات الفقر، مع إن مواردها مش كتير، لكن في توزيع عادل على الكل. عشان كده ستيفن مالوش أفضلية في أي شيء ومستني نصيبه في دوره. ميدو ساب الوظيفة واشتغل بياع في بازار علشان ما يبقاش من 50% اللي تحت حد الفقر في مصر، وبيحلم يبقى من 1% اللي بيتحكموا في ثروات مصر. يا ترى المرشحين لرئاسة الجمهورية شايفين إيه الحل علشان ولاد ميدو يعيشوا كويس ويتمتعوا بخير مصر اللي بيتمتع بيه عدد قليل جدا؟ نحب نسألهم: كيف يمكن النهوض بالمصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر؟ وما هي المدة الزمنية التي تطرحها لحل مشكلة العشوائيات؟ ما هي سياستك لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب؟ ما هي الإجراءات الواجب اتباعها للوصول إلى حد أدنى وحد أقصى للأجور؟ أنت كمصري اتفتحت لك سكة إنك تشارك في نهضة بلدك، نحب نعرف رأيك.